يمكننا البرنامج من إنشاء الرسومات البيانية charts وإضافتها إلى المستندات، ويحتوي البرنامج على العديد من الرسومات البيانية التي يمكن استخدامها، وسوف نتعرف على الأنواع المختلفة من الرسومات أثناء العمل بالبرنامج في الأجزاء القادمة. وقبل إنشاء الرسم البياني يجب أولا تحديد الجزء الذي نريده من الجدول. فإذا أردنا إنشاء رسم بياني لمحتويات الخلية left over بالنسبة للشهور المختلفة، فيجب أولا اختيار الخلايا التي تحتوي على أسماء الشهور بالضغط بالمؤشر على الخلية التي نريدها مع السحب إلى نهاية الخلايا. ثم من الصف الخاص بالقيمة left over نختار الخلايا التي نريدها، ثم نضغط على المفتاح Chart Wizard من شريط الأدوات Standard Toolbar. ومن لوحة المتغيرات Standard Types يمكننا تحديد شكل أو نوع الرسم البياني الذي نريده، فنختار النوع الذي نريده من القائمة Chart Type، فتظهر الأشكال المختلفة التي يحتوي عليها هذا النوع في الجزء Chart Subtype، فنختار الشكل الذي نريده ثم نضغط على المفتاح Next، فتظهر لوحة المتغيرات Data Range. وكما نرى أن هذه اللوحة تحتوي على شكل الرسم الذي اخترناه، كما تظهر الخلايا التي قمنا بتحديدها في الخانة Data Range. ومن الجزء Series N يمكننا اختيار عرض الرسم البياني في صفوف باختيار Rows أو في أعمدة باختيار Columns، ونضغط Next. ومن اللوحة Titles نحدد اسم للرسم البياني، ففي الخانة Chart Title نقوم بإدخال الاسم الذي نريده للرسم البياني وليكن Left Over. ومن الخانات Category X Axis و Value Y Axis يمكننا تسمية المحاور X و Y، ثم نضغط على المفتاح Next للانتقال إلى الخطوة الأخيرة من خطوات إنشاء الرسم البياني، فتظهر اللوحة Chart Location حيث يتم تحديد الموضع الذي سيتم إدراج الرسم البياني إليه. فباختيار As New Sheet سوف يتم إدراج الرسم البياني داخل صفحة عمل جديدة في الملف الحالي. وكما نرى أن البرنامج يضع الاسم الافتراضي Chart1 لهذه الصفحة، ويمكننا تغيير هذا الاسم إذا أردنا باستخدام هذه الخانة. وباختيار As Object N سوف يتم وضع الرسم البياني كعنصر داخل أحد صفحات العمل الموجودة في الملف الحالي. وكما نرى أن البرنامج يضع اسم الصفحة التي تحتوي على الجدول كخيار افتراضي، ويمكننا اختيار إدراج الرسم البياني في الصفحة التي نريدها باختيارها من هذه القائمة، ثم نضغط على المفتاح Finish لإنهاء خطوات تكوين الرسم البياني، فيقوم البرنامج بإنشاء الرسم البياني داخل ورقة العمل Sheet 1. ويمكننا تغيير موضع الرسم البياني بالضغط عليه بالمؤشر مع السحب إلى الموضع الذي نريده. وإذا أردنا تكبير أو تصغير الرسم نضغط بالمؤشر على أي من نقاط التحكم في الأبعاد التي نراها مع سحب المؤشر إلى أن نصل إلى القياس الذي نريده للرسم البياني.